عمرك سألت نفسك إن إحنا بنقعد 16 سنة في المدارس وبنتخرج ومش عارفين نفتح مشروع ولا عارفين يعني إيه فكرة أصول ولا عارفين إزاي نشغل الفلوس ليه؟ المدرسة علمتنا إن إحنا نتعلم ونذاكر عشان نتخرج عشان نجيب فلوس، بس ما علمتناش حاجة مهمة، إزاي نشغل الفلوس عشان من وإحنا صغيرين بنسمع جملة ذاكر عشان تنجح، تنجح عشان تشتغل، تشتغل عشان تبقى مستريح، بس محدش علمنا يعني إيه ذكاء مالي، ولا حد علمنا يعني إيه تحوش وتستثمر، ولا حد علمنا يعني ايه يبقى عندك اصل يجيب لك دخل حتى وانت نايم. والنتيجه في الاخر ان في ناس بتفضل شغاله ل 30 سنه وبتبقى خايفه انها تخسر شغلها في اي وقت. روبرت كيوساكي قال صراحه في كتاب الاب الغني والاب الفقير، قال لك ان الفقراء والطبقه الوسطى بيشتغلوا عشان الفلوس، لكن الاغنياء هي الفلوس اللي بتشتغل عشان. يعني الفكره او الفرق مش في الحظ، الفرق الحقيقي في طريقه التفكير والعقليه. على فكره مش بقول لك تبقى مليونير، اهم حاجه عندي انك تغير من طريقه تفكيرك وفعلا تبدا تطور من نفسك. اهم حاجه دلوقتي تشوف مهاره وتطور نفسك فيها، تبدا تفكر تعمل مصدر دخل جانبي ليك، تبدا تقرا كتب عن البيزنس والفلوس، تبدا تشوف ان ازاي الفلوس تشتغل ليك مش العكس. التعليم اللي هتديه لنفسك بره الجامعه او المدرسه هو فعلا اللي هيغير حياتك. واهم حاجه دلوقتي تجاوبني على السؤال، انت شايف نفسك فين بعد 10 سنين؟ وهل انت دلوقتي بتجري لسه ورا المرتب ولا فعلا بدات في الحريه الماليه بتاعتك؟